كنت شايف مثلا ان ابو تريكه المشكله كانت الدماغ اللي هو انا مش عايز اطلع بره مصر. انا اكيد مش عارف، بس ده يعني لا بس توقعي انا يعني. بشوف ابو تريكه مشكلته مش منتاليتي، مشكلته بقى آراءه الشخصيه، هو محبته هو للنادي الاهلي. ايوه بس ابو تريكه انا بشوف ان ابو تريكه ده احسن لعيب جه في تاريخ مصر. ايوه، بشوف هو ان ده ابو السؤال. تريكه ده كان لعيب مستوي لدرجه ان هو كان ممكن يطلع من الاهلي على مان يونايتد. فاهم قصدي؟ ايوه انا ابو تريكه بالنسبه لي ده يعني كان عادي، كان هيبقى في الليفل بتاع زين الدين زيدان لو كان لعب في اوروبا يعني وهو يعني انت شفت ابو تريكه وهو بيلعب ضد البرازيل؟ دي حقيقة. ايه ده؟ الماتش ده دي ايه ده؟ حقيقة. ايه ده؟ ايه ده؟ بتاع من ايه ده؟ الآخر، بتاع بفكر في مثلا كده. وما اظنش فعلا ابو تريكة كان مشكلته اللي هو لا ابو تريكه في خايف المنتال، يسافر لا ما بتاع، فيهوش، لا فيهاش عمري ما شفت ان هو ابو تريكه ده تشوفه تؤمن ان الاسلام دين الله الصحيح. والله العظيم عارف اللعيب اللي هو ايه؟ هو ما بيخافش، هو نازل الملعب بقى. انت ايه، هيلاعب كريستيانو، هيلاعب ماكاليلي، هيلاعب سيدورف، مش بيتأثر. يا باشا انا مؤمن، فاهم؟ والله العظيم ايمان ربنا في قلبي، فاهم؟ انا لاعب الشيطان يعني، فاهم؟ لا مش طبيعي. شفت بيلعب ضد البرازيل ازاي؟ ايوه، هو ماتش برازيل إيه ده؟ ده كفايه اصلا. ايه ده؟ دي حقيقة. ده أنا مش بياخد مقتنع. الفينت وبيدي البتاع. لا اللعيب بس انا ما شاء بصراحه الله لسه يعني. هفضل مقتنع ان صلاح احسن منه. انا برضو انا مش مقتنع، بالجمله صلاح احسن دي. من ابو تريكه انجازات طبعا. لا لعيب احسن، يعني انا لو عندي ماتش بكره هاخد صلاح. لا ايه اراء بقى كده كده. ابو تريكه انا هناخد ابو تريكه على انيستا، يعني فاهم قصدي؟ ما دي اراء بقى. انت كده كبرته قوي برضه. لا يا عم انا بقول لك انا شايفه في حجمه الطبيعي. هو ابو تريكه عشان في الاهلي، فانت عمرك ما هتشوفه في الليفل ده. بس انا بالنسبه لي ابو تريكه لو كان طلع بره من الاهلي كان هيلعب في نادي زي مانشستر يونايتد ده على طول على طول. يعني انا شايفه كان هيلعب دايركت في نادي من الانديه دي وكان هيأدي. اللعيب اللي زي ده ما خساره والله. بيتكررش. يعني ابو تريكه ده بالنسبه لي عامل زي توني كروس، عامل زي زين الدين زيدان، فاهم؟ اللعيبه اللي هي ايه